احنا متاثرين، احنا كلنا مصريين بغض النظر عن موضوع الديانه ده. الدين لله، كل واحد الدين بتاعه مين اللي حاسبه عليه؟ انا وانت. ربنا سبحانه وتعالى في الاخر هيدخل الجنه هيدخل النار هيحكوا عنا كلنا. ماشي. في دلوقتي لا يخفى عليكم طبعا يا جماعه المسلمين ما شاء الله متعلمين ومثقفين. في مخطط واضح جدا لتقسيم مصر. ماشي. المخطط ده مصر ما فيهاش سنه وشيعه مثلا زي لبنان او زي مش عارف. مصر فيها مسلمين ونصارى او مسيحيين من ساعه ما خلقنا ربنا احنا كده. ماشي. لو في طريق لتقسيم مصر هو الطريق الوحيد ده بس، ان مصر تتقسم لمسلمين ومسيحيين. هدفنا احنا هو ده هدفهم دلوقتي. هم يجوا خلصوا السودان، لسه ما خلصوش السودان اهو. يعني خلال ال5 ايام هيقسموها دولتين. ومن قبل ما تخلص دولتين دلوقتي دارفور مش عارف هتعمل ايه، يعني عايزين يقسموها 4 دول. لبنان دي مقسمه كده يعني من ساعه ما خلق ربنا وهي مقسمه. ماشي. العراق دلوقتي بقت دول فيدراليه ومش عارف ايه. فالهدف بتاعهم هو تقسيم مصر. فبالله عليكم كلنا كده نبقى في ايد واحده ونفشل المخطط ده، بالذات الجماعه المثقفين. الدكتور عبد الوهاب وحضراتكم الناس المثقفين دول لازم نوعي بعض. اللي فاهم وعي الناس، لان انا عن نفسي انا اشوف شباب مسلم بصراحه شيء يكسب، وبرضه في الجانب المسيحي شباب مش فاهم حاجه. فلازم نفهم ان في مخطط تقسيم مصر، المخطط ده مرفوض تماما. وكل سنه وانتم طيبين.
من أجل ميلاد السيد المسيح اللي جمعنا في هذه الليلة، واللي جاء أخوانا المسلمين لكي يهمونا بالعيد وصلي ربي بارك ويعوض تعب محبتهم. ففي ميلاد السيد المسيح له المجد جاءت بشارة السلام وجاءت بشارة المحبة والوئام بين الجميع. بميلاد السيد المسيح جاء التسامح والغفران. بميلاد السيد المسيح أشرق النور وتبدد الظلام. وصدق ربنا أن يحفظ وحدتنا وترابطنا ولنعبد كلنا الله، وليبعد عنا ربنا الشر والفساد، ونحيا في سلام واستقرار واتحاد، ونوفق الرب المحبة بين الجميع وبين العباد. أشكر إخواتي لأجل الذين جاءوا ليهنئونا وصلوا الرب يكافئهم على تعبهم. أخونا الحاج عبد الرازق والأخوة الكرام وصاحب الكرام اللي معاه، أعضاء المجالس المحلية بالغنايم، وصلى الرب يكافئهم على تعب محبتهم. أشكركم كثيرا على مجيئكم وتشريفكم لي. أعطينا فرصة عشان نسمع تأمل مع أخونا الأخ. قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. قال عن نفسه أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلم. قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يرسل نفسه عن الخراف. قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية. قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة. قال عن نفسه أنا من الآب واحد، من رآني فقد رأى إلهي. من تعاليم شخص الرب يسوع تعاليم عظيمة جدا، يمكن أنا بختصر